السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة صاحب الكورة، وحرق أهم وأغلى البطولات الأوروبية. دوري أبطال أوروبا دور الستاشر. دور أبطال أوروبا جاب لنا ناحيتين، ناحية فيها مباراة قوية وناحية فيها دربيات حماسية مشتعلة نارية. بس قبل ما نبدأ في الفيديو عايز أرحب بأحمد الطوخي. حبيبي يا مهند، عرفني بقى عن نفسك. أحمد الطوخي صاحب قناة شطرنج على اليوتيوب. إيه؟ ده على ختم بعض. ان انت جايب واحد صاحب قناه شطرنج، اخويا احمد طوخي، اخويا الاول. ماشي. كنت اسمها إيه؟ مش مهم، مش أينشتاين. عايزك تعمل لها دعايه. احمد الطوخي خد كبير. قبل ما ندخل في والله الشارع. مهند، تشرفت بالاستضافه في قناتك، يعني فرصه سعيده جدا. الفكرة بيضحك. ويعني قول بقى، انت عايز تتكلم في ايه النهارده؟ عايزين نتوقع توقعات نارية، بس اوعى تفكروا ان احنا نتوقع كده وخلاص. اي حد تلاقي اللي هيتوقع اكتر غلط هياخد عقاب من الكومنتات. انتوا شاركونا بعقوبات، يعني هو غلط مثلا في السبعة عشان انا عارف ان هو مش عارف يتوقع اي احنا ما توقع صح. اتفقناش احنا ما اتفقناش لا، ما احنا هنعمل كده. ما قلتليش قبل ما اجي ليه؟ كومنتات هي اللي ما قلتليش قبل ما اجي ليه؟ انت ضيف واخدلك على سيارتك. طب يلا. يعني انا واثق ان هو هيغلط في سبعة مثلا من الثمان فرق اللي احنا نتوقعهم اللي هم هيصعدوا. انا طبعا هجيب الثمانية من ثمانية عشان انا ملك التوقعات. طبعا كام؟ بيشتم يا جماعه. واول مباراه عندنا في دوري الابطال السنه دي هنتكلم عليها، مباراه اقوى الفرق الاوروبيه، ثالث اكتر من توج بالبطوله، نادي ليفربول ومواجهه جلطة السراي. النادي اللي جايب لعيبه مفاجاه، يعني جايب لعيبه كبيره في السن لكن عامله عنصر خبره للفريق. انا توقعاتي اللي هيصعد من الماتش ده طبعا ليفربول، بس لازم ليفربول ياخد في الحسبان ومد حذر كبير جدا لنادي جلطة السراي، لان نادي جلطة السراي عنده اوسيمين وعنده جونديجان، عنده لعيبه جامده جدا. انت بتتوقع مني يفوز في الماتش ده؟ بتوقع يعني ماتش تركيا هيبقى بايخ كالعادة. ممكن يعني نكسب في الانفيلد ونتعادل في تركيا لو عرفنا كيتيكي يخطف جون ولا حاجة، بس مش يعني هيبقى فارق جون اتنين، مش هيبقى حاجة مسافة يعني. لا، الماتش هيبقى ند بالند لحد كبير. من انت مشجع ليفربول فانا عايز اعرف رايك في الانتقالات واللعيبه ومجلس الاداره واللي عملوا يعني. آم، الانتقالات من أول السنة يعني، أنا شايف إن إحنا الانتقالات في الصيف كانت كويسة لحد كبير. المشكلة إن إحنا خدنا وقت كتير في التأقلم، وإن سلوت خد وقت كتير على ما يلاقي التكتيك المناسب لكل لعيب. على ما وصلنا اللي هو الفورمولا المناسبة نوعا ما، برضو مش شيء مثالي. كانت الفرقة خدت هدر معنوي، يعني كنا خلاص خسرت كل البطولات بمعنى اصح. مش حتى البطولات، انت ما بتخسر بتراكم بتراكم سلبيه، يعني الفرق بتبقى جايه فاهمك متجرأة عليك، فاهم. وانت داخل الماتش اللي هو كانك بادئ خسران 1-0 زي كده موسم يورجن كلوب. فعلا. اللي انتهى بالجون اليسون في ويست بروموتش، احنا كنا بنخش الماتش لما خسران كانوا 1-0. اللي خلاكم تصعدوا دوري ابطال. بنخش الماتش خسران 1-0، فهو مم. نفس الوضع تقريبا، بس يعني الموضوع بيتحسن. احنا دلوقتي، انا اعتقد ان احنا دلوقتي ليفربول يعني أسوأ حظا من بداية انت ما الموسم. بتشوفش ان الاداره تغيرت شويه في سياسات النادي؟ يعني النادي معروف انه بيحافظ على شويه لعيبه يدعم بعنصر او اتنين يضيفوا للفرقه، بس انا في الاخر انا بدفع مرتبات بشكل كويس، معليش اي عقوبات، مم. لكن انا محافظ على الفريق ومع القوام. دخول عناصر كتيره ومبالغ كبيره زي دي مش ممكن تعمل خلل في الفرقه؟ مش شايف ان ده ممكن يكون سبب؟ شايف إن ليفربول كانت فكرته في الحفاظ على اللعيبة والعقود مم. الطويلة والصفقات البسيطة كانت ملائمة لفترة النادي فيها بيرجع من كبوة طويلة جدا. دلوقتي النادي بقى له اسمه، بقى واقف على رجليه، فكان لازم ناخد النكست ستيب بقى، ان احنا خلاص نبقى فريق مم. كبير في سوق الانتقالات زي ما هو بيحقق اداءات كبيرة لمدة فعلا. 5 سنين مع كلوب. ف... واللي فكان ضايق. ده وقتها، بس المشكلة ان احنا برضه يعني ان كله في سنه واحده للاسف يعني الاحلال والتجديد ما مشيش بالسلاسه المطلوبه، بس يعني معوضه ان شاء الله. احنا بس نصعد ابطال السنه دي، هي دي اهم حاجه. لو صعدنا ابطال الموسم الجاي، كله يعني هيبقى ترقبوا ليفربول الجديد الموسم الجاي. اتوقع ان احنا هنعمل اداء عالي، وانا كمان اه، متوقع كده بصراحه. خصوصا ان محمد صلاح هيمشي. تمام ماشي، بيعاندنا يا جماعه.
ما بتشوفش ان كان في تأثير في صفقة جيهي بعض الصفقات؟ يعني انت خط لا دفاعك لا سنه بيكبر، لا، ما خط دفاعك بشوفش سنه ان بيكبر. ما بشوفش ان في يعني واحد تأثير زي في فان صفقة. دايك ده ما بتشوفش ان هو الموسم الجاي المفروض يبقى بديل شويه؟ وكوناتي برضو ممكن يمشي ممكن يقعد، لسه ما خدتش قرار نهائي، محتاج كنت تدعم بسرد باك زي جاي. ما تشوفش ان انت قصرت؟ كان ممكن تخلص الصفقه من بدري، وخصوصا ان اللعيب كان جاي لك انت الاول، يعني ما كانش رايح للسيتي الاول. بالعكس، يعني انا شايف ان النادي في صفقة جيهي، انت خلاص انت كنت خلصت تفاوض. المدرب جه في اخر يوم وقال انا مش عايز امشي اللعيب بمزاجه كده في الصيف. مم. فالصفقة تمام. جينا في الشتاء بقى. ما لحقتش تتفاوض. لا مش ملحقتش، هو طلب مرتب، كان طلب مرتب قريب من فان دايك، فعلا اللي هو فعلا قلنا كده في ضعف. في صفقات الانتقالات. ضعف مرتب كوناتي. طب ما انا اصلا مش عايز اجدد لكوناتي، يعني انا جيهي كواليتي اعلى من اعلى من كوناتي كوناتي بكتير بامانه. يعني. بس برضو لا يعني مش شايف ان فيه خطأ من الاداره. المرتب ده برضو يعني ما يدفعش لاي سيرد باك برضه، يعني لازم تكون واثق منه. لو انت مش شايف ان المبلغ ده يستحقه خلاص، لان هو مبلغ كبير قوي، ريسك كبير قوي على لعيب بروفن. بس انا مش حاسس ان هو كان يستحق المرتب ده بصراحه. ارن سلوت بقى بالنسبه لي، انت شايف ان انت وانت داخل على دوري ابطال اوروبا ودور ال 16 وكده، مش شايف ان انت كده طولت قوي بيه وانت داخل على اخر بطوله مهمه ليك في الموسم ده، طولت دوري ابطال بارني اوروبا؟ سلوت يعني بس انا ما بحبش تبديل في خلال المدرب. ان انت كنت ممكن تجيب لعيب مثلا زي مانشستر يونايتد ما جابوا كاريك، كنت ممكن تجيب لعيب مدرب من ولاد النادي. لو كان هنجيب مدرب من ولاد النادي، هو الفكره في حوار تبديل المدربين ده انا ما بحبوش في نص الموسم. بحس ان هتصدم اللي جاي. انه مش هياخد البري سيزون بتاعه، فهيجي مش عارف لسه بقى هنعيد اللفه من الاول، هنعيد الوصول للفورمولا اللي وصلها ارن سلوت. وان كان ارن سلوت عنده مشاكل في الاوبن بلاي واضحه فعلا يعني، فعلا، وبالذات المشاكل الدفاعيه، يعني ما انت تكون فريق بحجم ليفربول بطل الدوري وفي السنه اللي صناعه فاتت الفرص يعني. وتستقبل 39 هدف. في صناعه الفرص السنه دي، يعني احنا حتى اتحسنا مؤخرا جدا في الكره الثابته. مش عارف، مجرد ما مدرب الكره الثابته مشي اتحسنا في الكره الثابتة، حاجه غريبه جدا. حاجه غريبه. بس بس انا بشوف هو ان لسه عندنا مشكله في اللعب المفتوح. ارني سلوت يعني محتاج معجزه عشان يفضل السنه كده. ما اظنش حتى ان هو لو صعد ابطال بس هيكمل الموسم الجاي. اعتقد هيمشي حتى لو صعد ابطال لا، ما هم يعني. لو اداره ليفربول خلوه بصراحه يبقى حاجه مهزله يعني. أنا شايف الحاجه الوحيده اللي تخليه يقعد ان هو ياخد دوري الابطال، ودي يعني يا حاجه ريت يعني صعبه، يا ريت. بس هي حاجه صعبه جدا. صعب. صعب على المستوى الحالي لا يبشر بذلك، بس يعني نسال انت الله وانت الحسنى. بتقابل انت وانت بتقابل فريق زي جلطة السراي كده، يعني ايه النقط القوه اللي عندك او اللعيبه اللي انت تعتمد عليها؟ يعني ممكن تعتمد على لعيب زي سوبوسلاي والكرات الثابته، او كيتيكي مهاجم الفريق، ممكن محمد صلاح يرجع. ايه رايك؟ يعني شايف ايه اللي هيحصل في المستقبل في البطوله؟ شايف، انا شفت فرقه جلطة سراي في ماتش اليوبي، وشفتهم في ماتشنا الاول. هم فرقه يعني كالعاده اوسيمن حاجه صعبه قوي، عنيف قوي، لعيب قوي قوي جدا، من اللعيبه اللي هم النادرين في الكوكب اللي بيكسبوا التحامات هوائيه على فان دايك. وانا شايف برضو ان هو وجوده في جلطة السراي بصراحه الواد ظلم نفسه جامد. ولا ظلم ولا وعقليته. حاجه، هو عقليته يعني خلاص. ما اس ما حدش هيدفع، هو بياخد مرتب كبير قوي، ما حدش هيدفعه في اي نادي بره جلاله سراي. لا بس انا شايف بصراحه ان هو ما يقلش حاجه عن الموجودين دلوقتي كليفل 1 يعني في اوروبا. كاركتر شخصيته في اوضه اللبس عقليته وحشه. وعقلي انت شفته واكبر دليل في كاس افريقيا لما اتخانق بيتخانق مع مع لوكو. زميله اللي هو اداله كل اسيستات البطوله تقريبا. مم. ف يعني انا شايف ان احنا ان شاء الله هنعدي الماتش ده. أه... بس اتوقع انه هيبقى ماتش قريب ده، يعني ختاما لماتش ليفربول ويوفنتوس. عايز تقول حاجه تاني عنه ولا الماتش اللي بعده؟ تاني ماتش عندنا في دور ال 16 برشلونه ونيوكاسل. الماتش ده بيجمع مدرستين مختلفين، مدرسه فيها قوه بدنيه ولعب مباشر، ومدرسه الكوره والضغط العالي في هانز فليك. مم. انت شايف الماتش ده ازاي؟ انهي مدرسه اللي ممكن تتفوق؟ وخصوصا انا مستني الماتش ده جدا لانه بيجمع بين القوه والنفس اللعب الضغط العالي. أه... الماتش هما لعبوا برضه في المجموعات نفس وضع ليفربول وجلاله سراي. نيوكاسل حتى لما لعبوا في المجموعات كانت نيوكاسل احسن من كده، وكانوا مش موفقين بنسبه كبيره انهم كان ممكن يخطفوا الماتش في بدايته، واللي كانوا بيلعبوا في انجلترا. الجونين اللي جابهم راشفورد خسروا اه 2-1. انا فاكر. اه ف يعني نيوكاسل قادر إنه يعمل مفاجأة، قادر نعمل مفاجأة. هل الفرقة دلوقتي في أحسن فورمة ليها؟ لأ. لكن برونو النسبه برضو قليله، مش عايزين برضو نأفور أوي في نيوكاسل بصراحه. مش قليلة يعني.
نسبة معتبرة يعني. هي فرقة قوية، هي فرقة نيوكاسل فرقة يعني تقدر تعمل لو مفاجأة. قلت لك عندهم نسبة لعيبة، نسبة عندهم وتناسب. نسبة يعني. ما هو برشلونة يعني 70 30 80 20 يعني، في تمام، انا الحدود اقول دي. 70 30 برضو. في الحدود دي، بس هو برشلونة أقوى طبعا، بس نيوكاسل فرقة بدنية قوية. غير إن برشلونة عندها مشكلة في الثوابت في الكورة. ونيوكاسل برضو اتأثرت مثلا بمشان إيزاك، برضو كان لعيب مثلا بيحط لك 20 جون كل موسم. انت دلوقتي ما الفرقة مش عارفة تعوض غياب اللعيب ده بصراحة. بس فولتمادا لعيب كويس، فولتمادا لعيب فولتمادا كويس وجوردن، وهم عندهم بس ولاعيبة في وسط الملعب زي تونالي برضو لعيب كويس. هو المشكلة برضه إن جيماريش مش موجود، فجيماريش ده حاجة تقيلة أوي في نص الملعب بالنسبة لهم. عارف. آه، برشلونة اعتقد برضه مع ديونج مش هيلعب، فدي نقطة إيجابية إن ديونج، فاكرين الماتش الأول ديونج وبدري عملوا ملاحم في نص الملعب. فغياب ديونج في المباراة دي ممكن، لأن برنال لعيب كويس، بس ديونج برضه. أنا بتكلم على أداء المباراة الأولى، لأ كان هايل يعني. وأداء آه, بشكل عام آه, أعلى من. آه اسمه إيه غياب برونو جوماريش يعني. اعتقد اكبر حاجه ممكن نيوكاسل يستغلوها في المباراه دي هي الكورسات، يعني بوجود لعيبه زي شار و اسمه ايه واللي الواد. بيخلينا ندي نيوكاسل برضو فرصة 30% نسبة إن هم برضو في المباراة الأولى كانوا هم الأفضل بصراحة على ملعبهم يعني. برشلونه ما بيعرفش يلعب قصاد يمكن الفرق اللي هي الشوط عندها الاول قوه وحماس. يعني نيوكاسل هتنزل الماتش بقوه وحماس، هيعرفوا ازاي لعيبه برشلونه يمتصوا فرقه نيوكاسل. الشوط الاول كان احسن، انما بعد كده الدنيا صعبت شويه. و... ويعني لو انا فاكر كويس، انا فاكر ان انا كنت متضايق من تبديلات اسمه ايه المدرب ايدي ايدي هاو في هاو. المباراه دي. بس يعني برشلونه يعني نختار برشلونه، بس برضو مش هيبقى فرق كبير يعني. المباراه دي هتبقى من اجمل المباريات في دوري الابطال في الدور 16 يعني. هتبقى مباراه ممتعه وانا كمل. برضه هختار برشلونه، وخصوصا ان يمين يامال في الفتره دي من كل موسم بيبقى في مرحله التوهج بتاعته. اما اجي اكلمك بقى شويه عن برشلونه كده وفليك، انت بتشوف ان فليك مأدي المطلوب منه من ساعه ما جه برشلونه؟ بتشوفش ان برشلونه بقى لها كتير قوي ما خدتش دوري ابطال، وهو ده الموسم اللي المفروض فيه نفسه على دوري الابطال؟ لا طبعا مش المفروض ولا حاجه. انت كان مدرب جاي على فرقه عندها مشاكل كبيره. ديون متلتله. هو اصلا عمل يعني اللي هو بيعمله ده انجاز مهول يعني، شيء لا يصدق اساسا يعني. مش المفروض نطلب بس منه. برضه الفرقه كفرقه، فرقه فيها عناصر تقيله جدا. يعني انت المهاجم بتاعك ليفاندوسكي ويمين يامال ورافينيا، وجبت راشفورد دكه. انت مم. عندك لمسيه تقدم لك عناصر كل موسم اتنين تلاته ماشي. بيطلعوا ده يبقوا نجوم العالم. ده حاجه منه هو يعني، هو ما انا أو منه عارف ومن انا تشافي، بس انا بتكلم. ما انا عارف ما انا فاهم. ماشي، بس هو اصل انت لو بصيت على مناطق العوار اللي في الفريق والاماكن اللي ما عندوش فيها صف تاني، يعني ما فيش دكه قلب خالص فيها دفاع، قلب كتير كتير، الدفاع اماكن كتير. وحراسه المرمى. في اماكن كتير ما عندوش دكه يعني انا مش شايف الفريق مكتمل اطلاقا ان هو يقدر ينافس على الابطال. واللي عملوه السنه اللي فاتت اعجاز مش انجاز يعني، حاجه مهوله ان هو ياخد دوري ويصعد نص نهائي ابطال، وعلى بعد شعره قصاد انتر انه يصعد نهائي. معجزه يعني. اللي عمله فليك معجزه، واللي ما زال بيعمله معجزه. واعتقد ان هو حاجه يعني. برشلونه من امتع الفرق في اوروبا، ومن اكتر الفرق اللي هي يعني يمكن يعني لما بتتفرج على ماتشاتها ما بتحسش انها بتتفرج على دوري اسباني. انا ما بحبش الدوري فعلا الاسباني، بس برشلونه فعلا بتلعب كوره حلوه. فعلا. ما تشوفش ان فليك المفروض يغير طريقه لعبه شويه، وخصوصا ان اتخلق عليه فرص كتير جدا في الدوري الاسباني. لولا الحارس جارسيا كان ممكن يبقى عدد الاهداف اللي داخله فيه ضعف العدد اللي موجود دلوقتي. لا، بشوف ان هي جزء من طريقه اللعب يعني. ما ينفعش تتغافل ما ينفعش عن. تغير في وسط موسم. لا، مش قصدي كده. قصدي انك يعني اسلوب الضغط العالي الاكستريم اللي الناس كلها بتحبه وتتفرج على برشلونه عشانه، وبتحب انك على طول كابس على الفرقه اللي قدامك، مش هيكتمل من غير خط دفاع متقدم عشان يبقى حاضن نص الملعب، ونص الملعب يبقى مم. حاضن المهاجمين. مساحات تبقى فيبقى ضيقه. بالظبط، والضغط يبقى سريع. لو احنا رجعنا خط الدفاع ورا، خلاص مفيش ضغط عالي، يبقى الراجل كده بيتنازل عن كل افكاره، مش عن فكره واحده. خلاص يبقى مفيش هانز فليك. يبقى انت جايبه ليه؟ هات رجع تشافي. انا قصدي ان مثلا مهاجمين الليجا كانوا بيضيعوا فرص كتير جدا. انت هنا هتقابل هو مثلا نيوكاسل، هتقابل تشيلسي، ليفربول، فليك مش هيغير حاجه. هيضربوه. فليك يعني لو جالهم فرصه هيعوروك مش جامد. مشكله، ما هو ده اصلا رهان فليك من ساعه ما طلع، من ساعه ما درب في بايرن في الموسم الاستثنائي بتاع كورونا. وهو فليك بيراهن على ده، بيراهن ان الفرقه هتضربني وانا هضربها اعنف. ما انا عارف، بس مثلا هتيجي تقول جوارديولا بقى بيلعب مباشر، اكتر واحد متمسك بافكاره دلوقتي بقى يلعب مباشر كتير جدا.
لما بحس ان حد قراني او فهمني لازم اغير شويه واكون متنوع. انا ما بقولش ان هو يغير افكاره او يتنازل عن افكاره، انما لازم اتنوع. لا. ان انا شويه اضغط وشويه نفس، لا في شويه من الماتش لازم انزل دفاع نص ملعب. مفيش فرقه هتقعد طول الماتش 90 دقيقه ضاغط مثلا على فريق زي ليفربول، هيلسعك في واحده هيضربك خلاص. خصوصا ان فريق زي ليفربول فريق زي السيتي عندهم دفاع قوي وفي نفس الوقت عندهم هجوم. انا مش متفق. يعني انا شايف ان هو ما فيش حاجه يعرف يعملها. ممكن فعلا في لحظات من الماتشات هو دي الحاجه الوحيده ممكن الومه عليها، بس فعلا فعلا. يعني زي ماتش انتر في يعني زي الاخر كان ماتش ممكن انتر اخر الماتش 5 دقايق، الاخير اخر 5 دقايق تهدي الدنيا. ماتشات كتير في الدوري بيبقى ممكن يهدي ما الجو شويه بيقدرش في ان هو اخر الدقايق، يهدي. انما اجمالا انه يتخلى عن اسلوب الخط العالي ده، لا انا شايف ان وحش. هو ده حاجه ملائمه له، وحاجه هو مدرب لعبته عليها كويس جدا وحقق بيها نجاحات ما تقدرش تتكلم معاه. غير انه ممتع. انا مش عايز النوع ده من الكره تنتهي. يعني انا كنت بحب قوي قوي ليفربول كلوب في بدايات سنين ليفربول كلوب، لما كنا فريق مهلهل ومعفن ومفيش دفاع قبل ما فان دايك يجي. كانت الفرقه فيها حيويه كده وسرعه والضغط العالي العنيف ده، وكنا برضو ليفربول افتقدوا فعلا مشايان كلوب بشكل واضح. يعني انا مش عايز النوع ده من مش الكوره عايز تفتكر ينتهي. بالنوع ده من الكوره. فانا بحيي هانز فليك وبحيي فريق برشلونه، يا ريت يكملوا على اللي هم بيعملوه. كمل. برأيك مين أفضل لاعب في برشلونة يعني كلاعب؟ أنت في ماتش صعب لو أنت واحد من كان جمهور برشلونة، شايف مين يقدر يحل لك؟ بدري، رافينيا، يامال؟ بدري، رافينيا، يامال بالترتيب ده. ده فعلا بدري، رافينيا، يامال كل الناس يعني. متفقة على كده. مش أنت عارف، كنت لما في بتشوف ناس بتحب إن يامال اكتر. انا بسترجل رافينيا بصراحه. انا بحب يعني اكيد يامال الفلير بتاعه اعلى من رافينيا. هو لعيب أكيد لعيب مهاري كده وفنان. وفي نفس الوقت هو اكيد هو اعلى، بس كواليتي أعلى بصراحة. واصغر وموهبه جباره، لكن بس هو انا رافينيا بصراحة مقاتل يعني. رافينيا هو تحس إن نوعيه هو اللعيب اللي انا بحبه. بيقاتل عشان الفرقة. تريزيجيه الغلابه. لا يا عم أنت بتصدم رافينيا أوي كده. يلا يلا كمل. كده احنا الاثنين توقعنا فوز برشلونة. ثالث مباراة عندنا في دوري الأبطال بتجمع بين أتلتيكو وتوتنهام. مم. فريق توتنهام المهلهل يقابل فريق ثالث الدوري الاسباني، فريق قوي جدا ومدرب ليه شخصيه زي سيميوني في دور الابطال. ايه رايك في الماتش ده وايه توقعاتك للماتش ده؟ مش لدرجه قوي جدا يعني، بس فريق اكيد احسن من توتنهام. انا توتنهام فريق بيحبطني، يعني انا بتضايق، يعني بكرهه بصراحه. كل يعني يا الناس ريت بتكرهه. يا ريت هو يهبط. ليه ما بي... ليه بيتقال عليه من التوب 6؟ انت مقتنع بحته ان هو التوب 6؟ انا برضه مش مقتنع كلام بيها. ايه فارغ رايك يعني، فيها؟ كلام فارغ. كلام فارغ. يعني فرقه ما في فرق انا كتير عايز قوي في حد يجيب لي انجلترا سبب واحد يا عملوا جماعه. فترات انا عايز فترات واحد يجيب لي سبب واحد ان دي فرقه تتحط في التوب 6. يعني عندك استون فيلا محقق دوريات اكتر منه. وايفرتون مش توب 6. استون فيلا وايفرتون محققين بطولات اكتر واداءاتهم اعلى. يعني كلام فارغ. هم يعني وست هام فاز النهارده صح ولا تعادل؟ مفيش ماتش ده. وست هام كان بيلعب دلوقتي لا ولا ما ايه؟ اعرفش. مش عارف. مش مهم بقى. المهم انه يعني بنسبه كبيره انا حاسس ان هم هيهبطوا، مش عارف يعني. وهم يعني هم بيضايقوني اكتر بقى، لان هو بيجي لهم مدربين كويسين قوي. انا كنت بحب حتى لو مش كويسين شخصياتهم كويسه. يعني انجي بوستوجلو مدرب مؤتمرات الصحفيه بتاعته اسطوريه. يعني كان هو بيفهم. مدرب هادي وجميل. هو وتوماس فرانك كانوا بيدوني احساس ان هم هيعملوا حاجه. شخصيات شبه كلوب كده، وانا بحب كلوب. بس يعني اللي حصل مع توماس فرانك هو يعني هو عدم نادي احترام نادي بصراحه. غير مهيئ للنجاح. لا هو كان المفروض يمشي، بس النادي ده مش مهيئ للنجاح. لما يجي لك مدرب زي توماس فرانك، انا مقتنع توماس فرانك مدرب كويس جدا، واللي احنا شفناه مع برينتفورد ده مستحيل يكون صدفه. الراجل كل سنه بيطور وكل سنه بيحسن في نفسه. والفرقه برينتفورد مهما تمشي لعيبه لسه فريق قوي، لسه فريق هو اللي موقفهم على الحلقه. يعني شوكه في الحلق في ماتش، في اي ماتش قصاد الفرقه الكبيره. فده مش مدرب، مستحيل يكون مدرب يعمل فرقه باللي ظهر بيه توتنهام الموسم ده. وترتيبهم في دوري الابطال هتحس ان هم المركز الثالث او الرابع. لا مش مركز واقعي. يعني هتبص تلاقي القرعه وقعدتهم مع فرق سهله جدا. هي دي اللي خلتهم يحصدوا 18 نقطه ويحتلوا المركز الرابع بعد ليفربول والكلام ده. هو حوار دوري الابطال والدوري ما يغركوش يا جماعه. لا الفريق ده لا، انا تعبان. شايف في حوار دوري الابطال ده ان الفرق الانجليزيه بجانب انها اقوى فرق فعلا بعيدا عن توتنهام، يعني بجانب انها فرق قويه فعلا، انها يعني بدون الدوري ان هم الانجليزي كلهم صعدوا مباشر من الثمانيه. ان الدوري الانجليزي اقوى دوري. بس فكره ان الفرق الانجليزيه ما بتقابلش بعضها في دور المجموعات،
ده بيسهل الدنيا عليهم. يعني لان احنا عندنا 5 فرق انجليز ولا فعلا 6، احنا فعلا. كنا كام 6 صح؟ ستة. 6. توتنهام تصعد من الدوري الاوروبي. 6 فرق انجليز و... وكلهم ما بيقابلوش بعض، وكلهم كواليتي عالي جدا. فانت بتقابل بقى فرق اقل، يعني احسن فرقه في التصنيف الثالث هتبقى انجليزيه، احسن فرقه في التصنيف الرابع هتبقى انجليزيه. فانت ما بتقابلهمش، فبتبقى الجدول بتاعك الدنيا سهله عليك. الجوده بتاعك بتسهل شويه. توتنهام كان حظهم برضو خلصت خالص يعني، اجمل ما يكون. هنيجي بقى لاتليكو والعناصر الهجوميه اللي موجوده مع سيميوني والدفاعيه، وفريق متكامل بصراحه. ايه رايك في اتليكو واللي بيعمله سيميوني؟ اتلتيكو يعني المعتاد، ما فيش حاجه جديده. أم، يعني لا بس لازم هو في تدي ديجو سيميوني حقه. ان هو الفريق مكمل في الكاس نقل برضو. الفريق نقله تانية خالص. لا انت شوف اتليكو ماشي، قبل بس ده سيميوني خلاص وبعد خلاص سيميوني. خلاص يعني، احنا بنتكلم عن حاجه من اكتر من 10 سنين. فالموضوع خلاص يعني، هنقعد نديله حقه لحد امتى؟ انما انا بتكلم على الوقت على الوقت الحالي. الحالي هو ما فيش جديد يتقدم، هو بنغير اللعيبه بس، هو نفس الافكار. ما بتشوفش ان الزمن سبقه شويه في التدريب يعني كمدرب؟ سيميوني مدرب كويس وهيفضل ينجح مع ما انا اتلتيكو، عارف وما بس. فيش ما فيش منافسه تخليه يفشل، وبياخد اعلى مرتب، فهو مش يعني كومفورت زون قوي ان هو يمشي منها. فما فيش هو مش هيحصل حاجه غير لو الاداره قررت تمشي سيميوني. انا ما اظنش انه ممكن والاداره يعتزل التدريب برضو بعدها. والاداره برضو مش هتمشي سيميوني. برضو ان هم مرتاحين اصلا، ماشي ليه يعني وهما الراجل برضو كل اللي انا سنه. سمعته في وسائل الاعلام ان هم في حاجات ماديه، مجرد ما يوصل للمركز الثالث ويوصل لمركز متقدم شويه في دوري الابطال، بيوصل لهم عوائد ماديه ضخمه، ايوه وده طبعا الهدف النادي عشان على 5 6 سنين قدام يبقى يجيب فرقه بقى ومعاه اموال عاليه جدا. ما هو جايبه الراجل جايب خوليان ولسه هيجيب الفاريز. تاني ولسه هيجيب تاني. وجايب وده هدف. لوكمان. انا شايف لوكمان دي صفقه هايله بصراحه، مفاجاه وصفقه. برضو عنده مشاكل سلوكيه شويه، بس هو لعيب هايل. كان مضايقني بقى خوليان الفاريز، لان توقعت لما يسيب السيتي هيبقى في حاجه اعلى من كده بصراحه. ان هو خوليان كل شويه يظهر بفاول، يظهر بكوره، يظهر بلقطه، يظهر بجون كان كل المفروض مش. يكون اعلى من كده، ليفل اعلى من كده دلوقتي. مفيش نفس الكونسيستنسي اللي انا كنت متوقعها منه. بيظهر 5 جولات ويغيب 5، بيظهر 3 جولات ويغيب 6. فاللي هو مفيش يعني. انا كنت عايز اشوف بقى الفاريز لما يطلع بره السيتي ويطلع من عباية هالاند هيعمل ايه التوقع بقى يعني. اتليكو وتوتنهام، انت شايف انت شايف زي ان هو ماتش سهل جدا على اتليكو، سهل جدا. وفي الغيابات اه غايبه عن توتنهام جدا يعني. ما لا تفوتش توتنهام ان لا هي توتنهام، في لا 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 غيابات ماتش واصابات. سهل، ماتش سهل. حتى لو هم كاملين الفرقه ما بتقدمش حاجه اصلا، بس ما كده. بتقدمش حاجه في الشخصيه في الملعب. وانا برضو متفق معاك جدا. رابع مباراة عندنا مباراة البافاري بايرن ميونخ، المكانات الألمانية بتقابل أتلانتا الإيطالي. مم. إيه رأيك في الماتش ده؟ وإيه رأيك في بايرن ميونخ كفريق؟ وخلاص حسم الدوري فرق 11 بونت. انا مش عايز افتي كتير عشان الفريقين ما بتفرجش عليهم بشكل دائم. اتلانتا كان فريق يعني صعب قوي، يعني صعب جدا مع جاسبريني. أتلانتا فريق منتصف جدول في المركز السادس تاني، مش ماشي، فاكر. بس لما كانوا مع جاسبريني قبل ما جاسبريني ما يمشي كانوا ويروح دلوقتي يوم، يعني. ماشي كانوا حاجة قوية جدا. يعني كنت ماتشات مم. ليفربول واتلانتا دي بشيل همها. فاكر لما هم اللي خرجونا من الابطال، من اليوروبا ليج اخر موسم. ممكن. بس مش غالبا هم فاكر. اللي خرجونا من اليوروبا ليج، وبعد كده راحوا قبل ليفركوزن وخرجوهم. لو انا ولا مين اللي خرج والله ما فاكر. بس هم كانوا عناف قوي. وماتش طبعا تدمير سلسله اللا هزيمه المهينه في نهائي اليوروبا ليج دي برضو يعني. بس هم دلوقتي أنا ما اعرفش هم ايه اخبارهم يعني، مش متابعين الدوري مش الإيطالي خالص. متابعينهم وخصوصا ولا. الدوري الإيطالي ما بقاش بيتذاع على البي إن سبورت، فالدنيا بقت صعبة جدا تتفرج عليه. بالنسبه للبايرن بقى، البايرن البايرن كل ما اتفرج الاقي هاري كين بيعمل حاجات غريبه يعني. ولويس بصراحة، لويس دياز مقدم أداء عظيم مع البايرن. بس انا وعندهم خط انا ما هجوم. بحترموش كلاعب، ما بشوفوش لعيب كوره. بس هو عامل يعني، هو مناسب للدوري الالماني ومناسب لسرعه الدوري الالماني والحده البدنيه وموسيالا بتاعت الدوري الفريق الالماني. هجوميا بايرن لا مجانين. الفرقة ثلاثي هجومي مجانين كورة. موسيالا لوليسي. انا شايف يعني هاري كين ودياز واوليسي لا لعيبه اقوياء قوي. و هاري كين بالذات انا بشوف ان هو لعيب اندر ريتد جدا. يعني لعيب من احسن المهاجمين اللي انا شفتهم في حياتي، ومش بينال التقدير اللي يستحقه بسبب الخرقه الباليه توتنهام يعني، والله العظيم. لا انا بصراحة انا بشوف ان هو يعني هالاند واخد اكتر منه بكتير، وده واحد من الهدافين التاريخيين للبريمير ليج يعني، مصدوم جدا بصراحة. مش بس كده، وده غير ان هو كورته اعلى من اي لعيب تاني يعني. شوف الواد كورته بره المنطقة. أح
اعلى مهاجم انا شفته بعد كريستيانو. بالكره. لا لا مش بتكلم قصدي. على الكره في رجله اه وطريقه تحجيزه عليها، واللمسه الواحده اللي يديها. دي بروين لعيب هايل يعني، هاري كين جوده استثنائيه بصراحه يعني. يا بخت البايرن بيه وهم بايرن هتصعد وبصراحه بسهوله هو الماتش. اللعيب كان يستحق يروح نادي كبير زي بايرن عشان ياخد حاجه بصراحه، عشان ده ما ينفعش ما كانش مم. ياخد حاجه. وللاسف الجمهور ما بيقدرش اللعيبه لما بتاخدش بطولات يعني. ما بيفهموش قد ايه كين ده لعيب استثنائي غير لما فعلا يثبت بانه ياخد بطوله. بالألقاب. وهو لو يعني مش عارف، بس هو يعني انا حاجه بصراحه تضايق، حاجه تضايق ان لعيب زي كين ده يقعد يستنى كل ده عشان يعني الناس تحطه في مقارنات بقى مقارنه. مع روني والناس اللي هم الاساطير بتوع الدوري الانجليزي، وهو اسطوره من اساطير الدوري الانجليزي. هو لعيب خرافي يعني. انت بتشوف ان لازم اللعيب ياخد بطولات مع الانديه وكده، دي شوف، ظلم للعيب؟ كان انت تقارن لعيب ولعيب فردي، اه ظلم كبير برضه انا بشوف كده لان هو بصراحه. يعني الموضوع ما ينفعش لعيب زي هاري كين لو ما خدش بطوله، يعني هتعمل له ايه؟ هتلغيه؟ هتلغي شغل الراجل ده ومجهوده اللي هو بذله على مدار السنين دي كلها؟ عشان كده دايما الجوائز الفرديه ما هياش عادله يعني. البالون دور والحاجات دي مش عادله لانها بتعتمد على الاداء الجماعي بالدرجه الاولى. يعني ممكن لعيب يكون ادى اداء كويس جدا لكن فريقه يعني عادي لم يوفق في انه ياخد دوري الابطال، خلاص ما بقاش عنده حظوظ في البالون دور. طب ايه الفكره يعني؟ يعني انت عايز مش تقييم البلندور؟ عادل، مش تقييم عادل، مش عايز مش مش عايز مهتم، شويه انا مش بس مهتم حاجات بالبالون تتغير في دور، البلندور؟ مش مهتم يعني. مم. تولع جايزه ما لهاش قيمه بالنسبه لي. شايف ان في لعيبه كانت تستحق تاخد ده، فدي مش بتعبر يعني عن ان انت الاحسن ولا اي حاجه؟ في لعيبه كنت في لعيبه كنت ساعتها تاخدها ما خدوهاش، وفي لعيبه كانت آه الضجه الاعلاميه والنادي اللي هم بيلعبوا فيه اثر في الانديه ان هم بتفرق. ياخدوا مم. الجايزه. ايه الماتش اللي بعديه بقى؟ احنا كده قلنا البايرن، انت موافق معانا البايرن هيصعد صح؟ وانا برضو موافق البايرن هيصعد. ارسنال وليفركوزن بقى، انت ايه رايك فيه؟ يعني شايف ايه؟ هل ارسنال ممكن يتعثر بشكل مفاجئ في المرحله دي ولا؟ لا مش شايف ان هم هيعملوا تهديد كبير لارسنال ومسيره ارتيتا. مم. ارتيتا الفريق في الدوري ماشي اول بفرق 4 بونت، حتى بعد ما السيتي يلعب المؤجله بتاعته. وكمان 4؟ مم. 4 وكمان ازاي؟ ما هم فرق 7 بونت دلوقتي. آه. هو فرق 7 والسيتي له ماتش ماشي. وفي دوري الابطال الفريق واخد 8 ماتشات، من 8 ماتشات العلامه الكامله ب 24 نقطه. الفريق كسب البايرن، الفريق كسب فرق تقيله، يعني مش المقلوعه بتاعته كانت سهله، لا قابل فرق قويه وكسب. مم. الفريق عنده صلابه في الحته الدفاعيه، ودي برضو حاجات بتجيب دوري ابطال. يعني انت بالكرات الثابته عارف تكسب ماتشات، في ماتشات ما بتبقاش تستحق تكسبها قوي في الدوري الانجليزي بتقدر تكسبها، انما في دوري الابطال البطوله كلها من 6 ماتشات فاضلين، لا انت فريق زي ارسنال انت مرشح رقم واحد او اتنين على البطوله بعد البايرن او قبل البايرن. انا بشوف انه قبل البايرن. اما انت بتكون بتمتلك عناصر وفرقه انت بنيتها من 4 5 سنين بصراحه. ارتيتا كل الكلام اللي هو بيتقال انه يمشي، لا الراجل ده يا جماعه ما ينفعش يمشي. انت الراجل ده خلاص يعني، خلاص انت الفريق وصل لاعلى درجه ليه، انت خلاص بقى تبدا توصل لموسم الحصاد، وعندك كل اللعيبه كام سنه يا احمد؟ ماشي. انت بتتكلم في معاك حق، كل معاك حق، الفرق 25 سنه 24. معاك حق. هم فريق يعني قوي واحسن فريق كدبث يعني. عندهم لعيب واثنين وثلاثه في كل فعلا مركز، فدي فعلا. حاجه هايله بالنسبه لهم. عندهم مشكله في مركز راس الحربه لسه، أنا مش مقتنع بيه كتير الصراحه، بس هو لا انا الراجل مقتنع بيه بدا جدا، أنا الراجل مقتنع بدا بيه يسجل. جدا. انا مش مقتنع بيه كلاعب صراحه. المهاجم هيكسر الدنيا، تر... والتحدي بينه تريلا وبينك بالنسبه قصاد لي، تريلا. الناس ماليش دعوه بسرعته، انا بقول لك ان لا المهاجم ده ما هيفرتك الدنيا في الدوري ما الانجليزي اشتريهوش والايام بنكله، بين. والله ما اشتريهوش بنكله. يعني ناصر منسي احسن منه ناصر منسي ده واحد من احسن المهاجمين في العالم، طيب. كل عارف كده يعني. طيب كنت اقول لك ايه؟ ارسنال ايوه. فانا شايف ان الارسنال مش هيحصل معاهم مفاجاه في الوقت ده من الموسم. يعني ارسنال هتقدر تعدي ليفركوزن، وان كان الماتش يعني ما اظنش لا هيبقى صعب ليفركوزن قوي بصراحه يعني. مش من احسن مستويات، يعني حتى ترتيبها مش في هيبقى الدوري صعب، نازل السادس او السابع لسه شايف. ومغيرين لا ما مدرب في بدايه ينفعش يعني، الموسم. ما ينفع واستغنوا عن اتمنى فيرتس. كوانسا بس يسجل فيهم وايه يعني. عشان كوانسا شكله هيرجع ليفربول، ممكن يرجع ليفربول. ليفربول لو عايز يشتريه في اخر الموسم ده مش هيدفع مبلغ كبير ليفربول أوي. شكله عايز يفضي بايرن ليفركوزن. يا راجل ما هم بتاعنا يا ابني ما اللعيب بتاعنا. وعرب يعني بيع، بس في بند في عقده بيخليه يرجع تاني بعد سنة، او بفلوس قليلة. انت موافق ان هو يرجع ياخد اللعيب ده ليفربول يعني؟ انا شايف ان اللعيب كويس وكان بدايته مبشرة جدا، لولا لولا غلطته في اول ماتش قصاد ابسوش تاون نسفت ثقته في نفسه. هو للاسف
هو مركزه ايه؟ شخصيته لسه مش ناضجه كفايه، هو مركزه قلب دفاع، وكمان بيكلم البنات على على الانستجرام وحاجات كده، يعني الله يعين على دماغه يعني، دماغه تعبان. دماغه لا تعبانه بس انت شويه، بس هو محتاج لعيب لعيب في كويس. المركز ده، محتاج لعيب جدا في قلب الدفاع. بس احنا جايبين يعني ليوني، ربنا يعافيه بقى مصاب هيرجع من الصليب اليوني، محتاجين يعني هو كويس لو رجع وخصوصا مش ان انت هشتكي. وفي برضه محتاج باك، يعني كيركيز ما اداش الدور المطلوب مش منه. مهم، فكك من ليفربول دلوقتي. آه. انا شايف كيركيز لعيب كويس، بس فكك من ليفربول، احنا رايحين ليفركوزن وارسنال. انت ايه توقعك؟ طبعا ارسنال يعني ما لو انا حصلت كمان. حاجه هتكون نسبه 10% عشان الكره ما فيهاش مستحيل، امم انما لا 90% ارسنال. ماشي. دخلنا بقى على قمه القمم، قمه الجنون اللي كل انحاء العالم مستنيين الماتش ده. مباراه بين بطل دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان في رحله الحفاظ على لقبه، وتشيلسي بطل العالم. مدعكه رد الاعتبار بالنسبه لباريس سان جيرمان. هتلاحظ ان باريس سان جيرمان في الموسم ده ما حسمش الدوري، لسه الفرق نقطه ومتعادلين في عدد الماتشات. نقطة ولا 3؟ نقطه. ماشي. هو لانس يعني عاملين موسم فوق المتوقع منهم، وباريس ما بيركزش مع الدوري، يعني هو بيلعبوا تسالي مع ان كده. ماتش مارسيليا لعبوا الفريق الاساسي وخسر. كامل تقريبا وخسروا، حاجه غريبه جدا. هو يعني لا برضو الدوري السنه دي في برضو في تخمه كده. شويه. الدوري السنه دي برضو بصراحه يعني بتفرج على بعض الماتشات او بعض الدقايق من كل الماتشات تقريبا. مم. لا في منافسه شويه يعني، مش الدنيا مش بس زي هو الموسم اللي فات. شايف ان يعني شايف ان لو المتوقع. باريس قرصت هتخلص صح؟ بس انا بتكلم على على باريس عموما. هو لما فرقه بتوصل لقمه العالم كده ويحققوا كل حاجه، يبقى في متوقع تشابه. يعني طبيعي هينزلوا، يعني اصل ما فيش حد هيفضل شغال 100% كل ماتش يقعد يحرق ويحرق في نفسه، وهو خلاص حقق البطوله السنه اللي فاتت يعني، تمام. راحه يعني. انا شايف ان تشيلسي هتعملها، خصوصا انهم عندهم دافع اكتر مع ليام بروسونير المدرب الجديد بتاعهم، وان روسونير ما خسرش ولا ماتش من بدايه السنه غير ماتشات ارسنال، يعني كل ماتشات ارسنال تقريبا ما خسرش حاجه غير ارسنال. انا خسر 3 ماتشات قصاد ارسنال تقريبا، لو انا فاكر صح، مش عارف. بس يعني تشيلسي انا رشحهم انهم لا يعملوا انا مفاجاه. اول مره تشيلسي في اختلف معاك. الماتشات الكبيره فريق لقمه صعبه، وان كانوا ده كان مع ماريسكا، ما نعرفش برضه مع روسونير ايه اللي ممكن يحصل، بس انا متفائل المباراه دي بالنسبه لتشيلسي، حاسس ان هم هيعملوا مفاجاه. انا شايف ان باريس سان جيرمان هتقدر تكمل وبطل النسخه اللي فاتت، وانا شايف كمان ان الدوافع بالعكس عند باريس اكتر. انت خسروك 3-0 في كاس العالم النهائي. انا شايف ان عند باريس الدوافع اعلى، وخصوصا ان انا لما اكون بطل البطوله مش هخرج من دور 16. والخبرات برضو في باريس انا شايف اعلى سن. لا اكيد انا بروح الخبرات في ناحيه باريس اعلى، باريس. بس هو بالنسبه لماتش واحد انا شايف ان يعني بالنسبه ان لا ما هو ذهاب هي وعوده دور خروج مغلوب، وهيبقى قصدي صعب. يعني دور خروج مغلوب ال... الكفه لصالح تشيلسي، انا حاسس ان تشيلسي هتعمل لا انا شايف ان باريس. ماشي. هنيجي بقى لمفاجاه دوري ابطال اوروبا. الفريق سبورتنج لشبونه اللي صعد من الثمانيه الاوائل على مستوى دوري ابطال اوروبا، وفريق بودو جليم الفريق اللي فاز على كبار اوروبا، فاز على السيتي، فاز على اتلتيكو مدريد، فاز على الانتر بعلقه كرويه لايطاليا. ايطاليا كلها خدت علقه الموسم ده في دوري ابطال، يعني هتبص تلاقي الانتر خد علقه، اليوفي مفيش خد غير اتلانتا علقه. اللي صعد صح؟ اتلانتا بس هو المشرف الوحيد للكره الايطاليه في البطوله الموسم ده، ال- وهيخرج منها. ويخرج الماتش الجاي. يعني انا شايف يعني سبورتنج رغم انهم تصعدوا التوب 8 وفريق يعني قدم نتائج مقبوله الموسم ده، بس بودو جليمت الصحوه الاخيره يعني هم قبل اخر ماتشين ما كانوش كسبانين ولا ماتش في الابطال، وبعدين كسبوا اتلتيكو سيتي فصعدوا. فبقعد اقول انا المومنتم ان انت لما الفوز بيخليك تاخد ثقه اكتر في نفسك، تخليك تخش ماتش كانك كسبان 1-0، يعني عندك انا هفوز الماتش ده وبيخلي كمان الفرقه اللي داخله عليك خايفه منك. فانا اتوقع ان بودو جليمت هتكمل كده مع سبورتنج وهتطلعهم هم كمان من وانا البطوله. بتوقع برضو ان بودي جليمت هتكمل في البطوله، لان انا شايف ان المفاجاه قلوت بقى، هتستمر. قلوت مش لا هتغير انا حاجه عندي. اختلفت معاك في باريس. عشان انا المتوقع طب الاول. خلاص كل نتوقع على حاجه. الاول بعد لا كده. لا خلاص بقى، بعد ايه فاضل ماتش يلا قلوت. يعني انت بتجيب يلا التايهه، يلا. يعني انت بتجيب التايهه يا حبيبي. يلا قلوت يا حبيبي اسكت يا حبيبي. يا عم يلا. يا عم ريح. ده انت مفيش التوقع اللي انا هتوقعه الوحيد اللي انت هتوقعه مخالف عني، انا هتوقعها صح. يا عم يلا. يا عم يلا عشان نختلف في التوقع الجاي، بس انت بتقلدنيش بس. نختلف انت هتقول اللي انا اقوله، ما انا قايل لك قبل لا التصوير. والله ما قايل لي يا جماعه، بيطلع قول لي يلا الماتش الاخير. حاجه حسن شكله حرام. صاكو يعني. يلا حرام يلا. مش كفايه ان انا مستضيفه، لو مش يلا. في رمضان كنت هجيب كوبايتين شاي واجيب حاجات لا يعني. طبعا هنصرف هنا يعني. طبعا ما عارفين. بس رمضان بقى كرم كده. كرم معروف عنكم يلا.
مش ناقصه ما تقطعهاش. كمل. جينا بقى لقمه الحماس، ماتش ملاكمه مش ماتش كوره. مباراة متعودين عليها كل موسم، مباراة كله منتظرها. يعني أي حد هتقول له مين أكتر مباراة أنت منتظرها يقول لك السيتي والريال وتشيلسي وباريس سان جيرمان في دور 16. أكتر مباراتين فيهم تكافؤ. إيه رأيك في الماتش ده وشايف إيه اللي ممكن يحصل في الماتش ده؟ شايف الريال فريق مخوخ ومهلهل و... ومش طايقه، مش طايق الفرقه ومش طايق اللعيبه، وحاسس ان هم اللي حصل مع الونسو ده ما يصحش. على ايه؟ احترم ريال مدريد؟ لا مش هحترم، مش هحترم. ده ريال مدريد لا، لا. خسرني جماهير مدريد من أول فيديو هتيجي على القناة. ده ممكن يخسروني شوية المشتركين اللي حلت يا عم انا حر، انا بقول رايي. هم فريق ما جاش يعني بصراحه، ما بيقدموش اي حاجه وما فيش بوادر ان هم يقدموا اي حاجه، والاصابات كتير جدا. انا مش عارف ازاي ممكن، يعني لا حاجه بشعه، يعني اللي بيحصل في مدريد حاجه بشعه. لعيبه متدلعه، محدش بيجري، محدش بيكلم المدير الفني اصلا، كله بيطلع على باريس يقول له الحق، بيمرنا بدري، بيمرنا 7 الصبح. حاجه في منتهى الدلع والرعونه بأمانة تحس إن أنت في فريق درجة تانية، فريق مدرسه فريق دولة ناشئين، رمضانية. مدرسه ناشئين، يعني حاجه مفيش اي ذره احترافيه في الفرقه. فحاجه بشعه بصراحه، انا نفسي يفشلوا، اتمنى فشلهم من كل قلبي. وخصوصا ان هم بصراحه مزعلين ليفربول جامد، يعني حاجه تضايق يعني. نهائيين من غير اي سبب، كسبانينهم اخر ماتشين. بس كسبوكوا لا نهائيين. انا ماليش دعوه مش بتكلم عشان كده، انا بتكلم عشان هم انا فعلا فاهم ان انت اللي بتتكلم عملوه عشان كده طبعا. مع أداؤهم الونسو، يقرف. اللي عملوه مع الونسو يضايقني. يضايقني وهم لازم يعني لازم يتعلموا ان هم مش ملوك، وان لو ما تعبتش عشان الكوره مش هتديك فعلا. يعني ان هم يكسبوا بالطريقه اللي فيها استسهال دي مش عادل لباقي الفرق، ومش عادل لمدريد نفسه، مش هيخليهم يتطوروا، هيفضلوا في نفس المنطقه زي ما هم بقالهم كام 5 سنين مثلا دلوقتي. ف يعني اتمنى واتوقع ان السيتي هيفوز المباراه دي وهيفوز. ما كنت تسيبني انا اتوقع الاول؟ ليه؟ عشان انت عايز تتوقع والله كنت هقول السيتي، والله كنت هقول مفيش السيتي شخصيه خالص يا عم. هو في حد يتوقع ريال مدريد يا جماعه بالفرقه دي؟ مفيش شخصيه خالص. هو في حد يتوقع ريال مدريد بالفرقه التعبانه دي؟ خلاص يا عم براحتك، انا اقول كلامي وانت قول ورايا. انت هتنسحب ولا ايه؟ قايم ليه كده؟ انا اقول كلامي وانت قول ورايا، واعمل لي بقى اللي انت اللي متوقع، براحتك اللي انت عايزه. نزل دماغك بس وخش في الكادر. مش اهو انزل اكتر اهو. يلا آه. قول. ها تتوقع مدريد يعني؟ اتوقع السيتي يعني؟ لا انا هتوقع السيتي، ماليش دعوه. بيقلدني في كل الاختيارات عشان يعني يبقى شبهي، فبالتالي الفرق الوحيد يبقى نقطه. لو كوبا كسب نقطه باريس، او لو انا كسبت نقطه باريس او هو كسب نقطه تشيلسي، يبقى ده بواقي البشر، ده بواقي بشر، ده مش بني مستضيف ادم. وعايز اصرف واجيب شاي واجيب يا عم ساقعة امشي. واجيب حاجات، بس رمضان يا عم امشي، ده الواحد غلطان انه طالع معاك. استنى، يلا سلام يا عم، ما تقفلش من سلام. خلاص يلا وقفنا الخناقه. عايز ايه؟ عايز اسالك شويه اسئله في ريال مدريد. انت شايف ان وجود امبابي وفينيسيوس قدره انهم في ريال مدريد مأثر على الفريق؟ طبعا ومبابي وفيني فريق واحد مهزله وغباء من الاول، وهو خطوه تسويقيه ليس الا يعني ما كانش في اي حد عنده فكره ازاي الاثنين يركبوا مع بعض في الفريق. ومبابي كله مقتنع ان مبابي سترايكر فين؟ عمره ما لعب وبيكرهها، وطلع 1100 تصريح ان انا بعشق لعب جنب جيرو عشان جيرو بيسهل لي الكوره، بيسند لي وبيلعب لي، فهو مش عايز يبقى محطه ومش عايز يبقى سترايكر وما بيحبش يلعب في العمق. فانت تجيبه وتقول له هتلعب في المركز انت مش حابه، فهو دايما هيتخانق مع فيني على المركز اللي على الشمال، ودايما هتلاقيه بيروح ناحيه الشمال وبيضيقوا المساحات على بعض فعلا. وده حاجه مستفزه. حتى احمد ما بيشجعش ريال مدريد، بس دي حاجه مستفزه جدا ان انت يبقى لعيب بيطلع يعني ان هو بيحب يلعب في مركز كذا، وانت جايبه عشان ده انانيه وما بتلعبوش. طب يا عم لا وهو اعكس اتجاه فيني. لا هو المفروض هو مبابي صفقه ملهاش لازمه، يعني صفقه ملهاش لازمه. وكمان مبابي بقى ظهر اكتر في مدريد، احنا كناش بنتفرج عليه بشكل كافي في باريس، بس هو في مدريد انه لعيب الكره مش في رجليه مش حلوه، ومش احسن لعيب بيباصي، ومش احسن يعني. لا انا شايف ان فيني هو عنده مشاكل في الملعب وبره الملعب والحاجات دي، بس هو لعيب احسن من مبابي وكان انسب لاسلوب اللعب. ولما مبابي اصلا بيطلع بيتصاب الفرقه بتلعب احسن، فهو مبابي مصاب الماتش الجاي اصلا، فيمكن ده يكون
فرصه لفرقه ريال وان اصابات كتير قوي عن ان يبقى في فرص صراحه. انا شايف ان الريال هيتهز الماتش الجاي من الاخر. وكمان ايه يعني امبابي جه جماهير ريال مدريد بصراحه ادت امبابي زياده عن حجمه وظلمت فينيسيوس، يعني اللعيب ماشي شن 3 4 5 مواسم. هو كان جاي مش المفروض نجم كده. برضه انت بتشوف ان وجود امبابي كهداف، انا عارف ان هو سترايكر وهداف ونجم كبير مفيش كلام على لا خلاف على كده، لكن هو الفرقه كلها بتلعب عليه، فده بيأثر على شكل الريال كفرقه. انت بتاخد من استحواذ كل اللعيبه. انا مش شايف ان مبابي المفروض يكون هو نجم ريال مدريد. شايف ان فيني هو اللاعب الانسب للدور ده، والفرقه بتلعب احسن مع فيني. انا شايف ان فيني هو اللاعب الانسب انه يبقى بطل الفرقه دي او نجم الفرقه، يعني مش مبابي. وان صفقه مبابي كان صفقه دعائيه ملهاش معنى. ف اتمنى الفشل للفرقه فاتمنى ان هم احمد يعني اخويا يا جماعه ما يساعدوش بالفهلوه. جواه يعني بص ريال مدريد انا جواه فوران من يمته. ما بحبش الفهلوه. انا ما بحبش الفهلوه، وهو الفرقه دي فرقه فهلويه وفرقه تنكيل. انا بقى بصراحه يعني بدات اتضايق من ريال مدريد جدا دلوقتي. ليه بقى؟ اسمه ايه ده رئيسهم؟ فلورنتينو بيريز. رئيسهم بيريز ظلم الونسو وماشي. انا هجيب زيد، هجيب عبيد، هجيب معرفش مين، انا هاخد البطوله. دي حاجه بصراحه ضايقتني، ان هو حتى بحس ان جمهور ريال مدريد حتى بعد الموسم الصفر، يعني انت عامل موسم صفر ما بقوش بيحترموا المنافسين. بس انت عامل موسم صفر المفروض بقى تتعظ. لا انا عايز النجاح الفوري. كان تشابي الونسو او اي مدرب عنده عصايه سحريه. فعلا كان تشابي الونسو او اي مدرب عنده عصايه سحريه هيعمل كده، يغير الفريق، يغير الكوارث بتحصل في الفريق بقى لها 5-6 سنين، اللي هو لا شيء يعني، ما بيتمرنوش على حاجه. فيلا تمام، براحتكم، براحتك يا عم فلورنتينو بيريز، وان شاء الله ما تملكوش لحد ما تعيد له كده وتبقوا فريق محترم زي الفرقه المحترمه. هو باصص للدنيا من الناحيه الماديه، لكن انا شايف ان هم هياخدوا شلوت قوي جدا، وخصوصا ان بيب جوارديولا بقى بيلعب كره مباشره جدا. ماشي قلدني، اختم يلا اختم، قلدتني كفايه، اختم. في الختام سلام، ونحب نقول لكم ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه. ولو عجبكم ظهور احمد طه معايا ممكن نظهر في حلقات كتير لو انتوا عايزين. انت بتقول ايه؟ انت بتعمل لا على ايه؟ يلا هعمل ايه يا عم ما تقولش لا. لو عجبكم ظهور احمد اخويا معايا في فيديوهات جايه هيظهر معايا كتير لو حابين. ولو حابين ظهور احمد اخويا معايا في الفيديوهات الجايه هتعرف اسمعك. يلا سلام. سلام، نشوفكم على خير. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. بسرعه عشان فاضل 5%. اقفل سلام.